بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أخرج الأخ سالم الطويل الكويتي مقالين. المقال الأول ذكر فيه سالم الطويل أن الشيخ ربيعا وقف للإخوان المسلمين، لكن وقع بعدها في الحزبية التي كان يحذر منها. ونحن نسأل الأخ سالم الطويل: من سبقك بهذا الحكم يا سالم؟ من سبقك بهذا الحكم؟ هل هذا الحكم هو حكم العلماء أم أن هذا الحكم حكمك أنت؟ إن كان حكم العلماء فلماذا لا تأتي به تنقله عن العلماء؟ وأين قالوا هذا؟ وما دليلهم وما حجتهم في هذا الشيء؟ الحزبية لها أسس ولها أصول معروفة عند العلماء، فلا بد أن يبينوا ما هي الحزبية التي وقع فيها الشيخ ربيع. أما إن كان هذا الحكم حكمك فأنت الذي حكمت به، فينبغي أن تعرف قدر نفسك وأنك طالب علم. وذكر سالم الطويل أن الحزبيين إذا أرادوا الطعن في طالب العلم لم يجدوا أحسن مما كتبه المتعصبون للشيخ ربيع المدخلي. والله يا سالم الطويل، هذه الكلمات ما نعرفها إلا من الحزبيين، ولا نعرفها من أهل السنة. أهل السنة يثنون على ردود الشيخ ربيع وعلى ردود طلابه من طلاب العلم الذين تسميهم أنت متعصبون. وذكر سالم الطويل أن الشيخ ربيعا أصل أصولا لم نسمعها من علماء السنة كالشيخ باز. ما شاء الله ما شاء الله. فمن هذا الذي حكم على الشيخ ربيع أن عنده أصولا جديدة لم تسمعها من العلماء؟ هذا أيضا هو من عندك أنت أو من عند العلماء؟ وذكر سالم الطويل أن السلفية ليست مؤسسة ولا شركة فيها آمر ومأمور. آمر يأمر هذا ويعين هذا ويفصل هذا، ومأمور يمتثل أمره وينتهي لنهيه، فهذا مما أحدثته الأحزاب. ونحن نقول ما علاقة السلفية بهذه الأشياء التي عند الأحزاب؟ هل تقول مثلا وتزعم أن هذه الأشياء عند علماء أهل السنة؟ فعليك أن تثبت. من أين أخذت هذا الكلام أنهم يأمرون هذا أو يؤمرون هذا ويعينون هذا ويفصلون هذا؟ عليك يا سالم الطويل إذا أردت أن تنتقد عليك أن تذكر أين قال هذا الشخص هذه الكلمات، وفي أي مرجع، صفحة كذا وكتاب كذا، حتى يثق القارئ بكلماتك وأحكامك. هذا إن كنت أهلا لهذا. ويقول سالم الطويل: ليت الشيخ ربيعا وهو في هذا السن وفي هذه الحالة أن يعيد النظر في منهجه. سالم الطويل يقول: ليت الشيخ ربيع يعيد النظر في منهجه ويراجع نفسه ويسجل كلمة يعتذر بها لكل من عاداهم. والله الشيخ ربيع لم يعادي إلى الحزبيين، فهل تدافع عن الحزبيين يا سالم الطويل وتطلب من الشيخ ربيع أن يعيد النظر في منهجه؟ أتعلم يا سالم الطويل أن منهج الشيخ ربيع أثنى عليه العلماء الكبار؟ هل أنت على طريق العلماء الكبار أو أنك جعلت لك طريقا لنفسك، طريقا لوحدك، وبعد ذلك تلوم من ينتقدك وتلوم من يقسو عليك بالكلمات؟ طيب يا أخي، أنت ما تأدبت، تأدب يا أخي قليلا. والله كلماتك هذه ما تخرج من أهل السنة. أهل السنة عندهم أدب، أنت ما عندك أدب للأسف. والله تأدب. أحكامك قاسية يا شيخ، أحكامك قاسية عجيبة جدا. فهذا المقال الأول فقط. أما المقال الثاني فقد ردد سالم الطويل في مقاله ما أثاره الحاقدون بأن هناك مجلسا للشورى في المدينة يضم بعض العلماء، فيما بلغه هو الشيخ ربيع، الشيخ عبيد وغيرهما، مجلسا للشورى. طبعا أخونا الأخ سالم الطويل جزاه الله خير ما شاء الله عنده غيرة عجيبة على الإسلام وعلى السنة، فأخذ القلم وكتب ينتقد. لا تثبت ولا تأنى، ولا ما ندري أين التأني الذي تدعون إليه، وأين التريث، وأين التثبت الذي تدعون إليه. يا سالم الطويل، هل كلفت نفسك أن تتصل بالشيخ ربيع؟ هل كلفت نفسك أن تتواصل مع طلاب الشيخ ربيع الذين عندك في الكويت؟ هل كلفت نفسك بأن تتثبت قليلا وتتورع؟ يا رجل تورع قليلا يا أخي. هذه فتن. لا تتهور بالردود، ولا تأخذ قلمك وتعالج كأن الأمة تنتظر أقلامك، ماذا تكتب وماذا كذا. هذه فتن يا سالم الطويل، كان الواجب عليك أن تتأنى. ذكر سالم الطويل في مقاله أن السلفيين ذاقوا الأمرين من أحكام وأوامر مجلس الشورى الوهمي. هكذا يذكر سالم الطويل، كما ذكر أيضا أن هذا المجلس يبني أحكامه
ويصدر أوامره عن طريق الأتباع، وهم أحمد بازمول وعبد الله بن صلفيق وهاني بن بريك والعنجري والسبيعي وعادل منصور وأحمد الزهراني وآخرين. ما شاء الله ما شاء الله. بعض هؤلاء الذين ذكرتهم هم يعني مختلفين مع الشيخ ربيع، فما هذا التخبط يا سالم الطويل؟ ايش هذا التخبط؟ لماذا تتخبط هكذا؟ بعض الذين ذكرتهم هم مختلفون مع الشيخ ربيع، وبعض الذين ذكرتهم قد حذر منهم الشيخ ربيع قبل مدة مثل هاني بن بريك. لماذا تخلط على الناس يا سالم؟ أما تتقي الله؟ أما تراقب الله؟ ستقف بين يدي الله يا سالم الطويل وسيسألك الله عن هذه الأحكام. يجب عليك أن تتورع وأن تتقي الله. ذكر سالم الطويل أن مجلس الشورى لهم قضاء خاص خارج قضاة البلاد، يعني مستقل. يعني هؤلاء العلماء لهم قضاء مستقل، يعني معنى أنهم خرجوا حتى عن قضاء المملكة العربية السعودية. سبحان الله، إيش هذا العجائب، إيش هذا الظلم يا سالم الطويل؟ يعني حتى خرجوا عن قضاء المملكة العربية السعودية، غير معترفين بالقضاء وغير معترفين بالدولة وبولاة الأمور هناك. ويقول سالم الطويل أن هذا المجلس يأخذون العهود والمواثيق على من شاءوا، ويؤمرون أمراء ويعزلون آخرين. سبحان الله، إيش هذه الأكاذيب؟ أعوذ بالله. طبعا هذه بعض الأكاذيب التي يعني ذكرها سالم الطويل، وإلا لو أراد الشخص أن يعرف بعض الأكاذيب أو جميع الأكاذيب يقرأ المقال وسيعرف. وبعد ذلك يعني يتصنع الهدوء والأدب ويقول يعني اتق الله في نفسك يا سالم الطويل، اتق الله، احفظ لسانك، أمسك عليك لسانك، لا تسلك مسلك الحزبيين في محاربة أهل العلم. الله يهديك ويصلحك.